الا باقي ما كيصدقش معاك الكيك، هذه ألذ واحسن كيكه يمكن لك توجدي. كتجي عاليه، واحد الهشاشه وواحد المذاق ولا اروع. كنحتاجوا لها واحد القبيصه ديال الملح، ساشي ديال الفاني، كاس ديال السكر بالقياس د العنبه، 5 ديال البيضات. كنضربوا هاد المقادير مزيان مزيان حتى كيبيض داك الخليط، وكنضيفوا له واحد كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع، ثم كاس ديال الحليب. نعبر دائما بالكاس ديال العنبه. كنهرمش شويه ديال الكركاع كنزيدو فيها، كنضيف لها واحد الكاس ديال الدقيق وثلاثه د الخمارات، ونضيف الكاس الثاني ديال الدقيق مع 2 ساشيات ديال الكاكاو اولا 2 معالق، ونضيف الكاس الثالث. خدات معايا 3 د الكيسان بالقياس د الكاس د العنبه. في الاخير كنضيف لها واحد 4 كاس ديال نيسكافي ما طايب، كنذوب فيه شويه ديال نيسكافي وكنزيدها فيه. ناخذ مول كندهنو بالزبده ونرشوه بالدقيق، كندير فيه الكيك ديالي وكنزينو باللوز والكركاع وشويه ديال الشكلاط اللي متوفر عندكم زينوا به. كردها الفرن على 170 درجه، العافيه غير من التحت حتى كطيب وتولي على هذا الشكل هذا. كتجي منفوخه وكتجي هشيشه من الداخل. كنزينها بشويه ديال الشوكولاته من فوق، كندوب الشوكولا مع شويه ديال الحليب في حمام مريم، كتولي على هذا الشكل هذا. بغيتو تخليوها بلا تزيين خليوها غير هكاك عاديه. الشوكولا والكركاع ونيسكافي كيعطيوها واحد المذاق رائع. وما تنساونيش من التعليق وجيم وبارطاج، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.